أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده احنا هنتكلم على فور ان لوب. طبعا احنا عارفين ان احنا بنستخدم اللوبس علشان نكرر كود معين أكتر من مرة، فاحنا هنستخدم فور ان علشان نعمل ايه؟ عشان نكرر كود أكتر من مرة. فتعالى اديلكم مثال. لو انا اديت لكم بيانات والبيانات ديت كانت عبارة عن أرقام، فانت أول حاجة عشان تحط بيانات مع بعض هتحطهم في ليست. فتعالى نعمل الليست. نكتب كلمة list ما بين أصغر من أكبر من، بنحدد الداتا تايب الخاصة بالليست دي. فأنا قلت لك هتعمل أرقام الانتجار، فهتكتب كلمة int. بعد كده هتحط اسم للمتغير، فهسميه مثلا number كان بيساوي الأرقام دي مثلا. طيب تمام جدا. فأنا جيت قلت لك أنا عايزك تطبع لي البيانات اللي جوه الليست دي. فاحنا في الفيديو اللي فات عرفنا إن احنا عشان نطبع الأرقام ديت محتاجين لوبس علشان تقعد تلف على كل البيانات اللي موجودة في الليست ديت وتطبعها واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية. فتعالى نعمل الموضوع ده بقى باستخدام for in loop. انت ممكن تكتب for in اللوب بإيدك أو تختارها من الاقتراحات الموجودة عندك. فتعالى في الفيديو ده نختار من الاقتراحات دي. زي ما انتوا شايفين يا شباب عمل لي for وعمل لي أقواس وكيرلي براكتس. وطبعا احنا عرفنا إن في الكيرلي براكتس بيكتب فيه الكود بتاعنا اللي عايزينه يتكرر. طيب احنا عايزين الكود بتاعنا يعمل ايه؟ عايزينه يعمل جملة برنت يطبع لي البيانات اللي موجودة هنا. طيب تعالى الأول نفهم كل عنصر موجود في الأقواس دي. أول حاجة عندنا هو المتغير اللي احنا هنتعامل معاه. هو من الاقتراحات سموه لك element، انت براحتك عايز تسميه أي اسم سميه زي ما انت عايز، بس أنا هسيبه element. المهم طب الelement المتغير ده من نوع ايه؟ من نوع var. عايز تغير الvar تحط مثلا الداتا تايب الموجودة في الليست ديت يعني تخليه int، براحتك. هي كده كده الvar هتحدد البيانات. طب هتحدد البيانات بناء على ايه؟ بناء على الليست اللي هي تتعامل معاها. فانت تعالى على الاليمنت اقف عليها كده، فزي ما انت شايف لسه مش مديله نوع بيانات. طيب مش احنا بقى بنتعامل مع الليست ديت، فانت بقى هتحط الليست هنا. فتعالى نرجع تاني. احنا عندنا فور ان لوب، اول حاجه بنكتبها في فور ان اللوب المتغير بتاعك. طب المتغير بتاعك الداتا تايب بتاعته بتكون ايه؟ انت اللي بتحدد براحتك. بس احنا لما اخترنا الفور ان لوب من الاقتراحات عملها لي من نوع فار. وطالما عملها لك من فار فهي كده كده البيانات الموجوده في الاليمنت هتتحدد بناء على الليست اللي هي بتتعامل معاه. فانا هنا عملت الليست، والليست كانت عباره عن انت. فانت لو جيت بقى وقفت على الاليمنت ده هتلاقي كاتب لك كلمه انت. طيب الاليمنت ده بيمثل لي إيه في الفور ديت؟ افهمها بالطريقه ديت، ان انت كل عنصر هتمشي عليه في الليست هتحط قيمته في الاليمنت. يعني احنا عملنا فور، كتبنا في الفور متغير اسمه element فين في الليست بتاعي. طب الليست بتاعك كده فيها بيانات، فاحنا هنقعد نلف على البيانات ديت. اول عنصر كان عندي واحد، فخد الواحد حطه لي في الاليمنت. طب تعالى نعمل برنت الاليمنت كده، فاكتب كلمة برنت الاليمنت. تعالى نعمل رن. فزي ما انتوا شايفين طبعا لي البيانات. حلو جدا. تعالى بقى نفهم طريقة عمل فور ان اللوب. فاحنا بنكتب فور، اول حاجة بنكتب جوه الفور ايه؟ المتغير بتاعي اللي بيتعامل مع البيانات اللي جوه مين؟ اللي جوه الليست. طيب احنا حددنا نوع البيانات اللي هتتخزن جوه الاليمنت بناء على ايه؟ بناء على الداتا تايب اللي انت بتحددها له. فهو كان كاتب هنا var، فتمام. طبعا انت ممكن تشيل الvar وتحط مكانها مين؟ تحط مكانها الان. فزي ما انت شايف كده عادي جدا، بس سيبها زي ما هي var. المهم الاليمنت هيقعد يمشي جوه البيانات الموجودة في الليست. فعندك أول قيمة واحد، هتحط الواحد جوه الاليمنت، بعد كده تطبع الاليمنت فيطبع واحد. تاني عنصر عندنا كان الاتنين، هيحط القيمة ديت في الاليمنت ويطبع الاليمنت. الستة يحطها في الاليمنت ويطبع الست. الخامسة يحطها في الاليمنت ويطبع الاليمنت، وهكذا لحد ما يوصل لنهاية مين؟ البيانات الموجودة في الليست. وطبعا زي ما انتم شايفين ان كتابة الفور ان اسهل بكتير من كتابة الفور العادية. بس في ميزة عن الفور العادية مش موجودة في الفور ديت. ايه الميزة ديت؟ ان انت في الفور ان لوب مش بتعرف توصل لاندكس معين. يعني انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل برنت للبيانات الموجودة في الليست ديت. انت ما بتعرفش توصل للاندكس بتاعها.
تعالى كده نكتب الفور العادية. هنعمل كده فور، نختارها من هنا كده، ونمبر دوت لينث. تعالى نعمل برنت لمين؟ للنمبر اوف الاي. فزي ما انتوا شايفين هنا، انا هنا وصلت للاندكس بتاع الليست دي. هل انا ممكن هنا اعمل الموضوع ده؟ لا، مش ممكن. هنا مش بتعرف توصل لاندكس معين، انما هنا ممكن توصل للاندكس. فطبعا دي لها استخدامها ودي لها استخدامها، والحاجات دي نبقى نعرفها بعدين في المستقبل ان شاء الله. المهم يعني في الفيديو دوت انا عايزك تكون بتعرف ايه استخدام الفور ان لوب، وتعرف تكتبها ازاي. يبقى احنا كان عندنا ليست فيها بيانات، والليست دي كانت عبارة عن انت. كنا عايزين نطبع البيانات اللي جوه الليست ديت، فعملنا فور ان لوب. فور ان لوب نعمل فيها المتغير. المتغير دوت هيقعد يلف على كل قيمة موجودة فين؟ موجودة في الليست. وبعد كده تطبع الاليمنت ده. طب الاليمنت دوت بياخد قيمة من ازاي؟ بياخد قيمته خطوة خطوة. يعني رقم واحد دوت هيتحط في الاليمنت ويطبع الناتج، رقم اتنين بيتحط في الاليمنت ويطبع الناتج، وهكذا. فبس كده يا شباب، دي كانت الفكرة فور ان اللوب. كده وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.